تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. البحث لا يزال جاريا عن الطفلة الجزائرية مروة أبو غشيش، وإليكم بعض الأخبار. لا تزال مأساة اختفاء الطفلة مروة أبو غشيش البالغة من العمر 13 عاما تلقي بظلالها الثقيل على مدينة قسنطينية، وتثير تعاطفا واسعا في مختلف أرجاء الجزائر. ومروة التلميذة المجتهدة والمحبوبة من محيطها اختفت في ظروف غامضة منذ أكثر من 3 أسابيع بعد مغادرتها مركز الامتحان دون أن تعود إلى منزلها ودون أن يظهر لها أثرا منذ تلك اللحظة. ومنذ الأمس خرجت صفحات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على مروة أبو غشيش، ووفقا للمعلومات الرسمية مؤكدة عن مصادر أمنية بولاية قسنطينية في منطقة جبل الوحش لم يتم العثور على جثة الطفلة المختفية مروة أبو غشيش. وما تم العثور عليه هو جمجمة بشرية قديمة يرجح أنها تعود لفترة العشرية السوداء، وفي انتظار التحاليل اللازمة لم يتم العثور على أطراف مقطعة ولا توجد أي حالة تعفن للجثة كما روج بعض الصفحات. وهذه المعلومات غير صحيحة تماما، وتزيد من معاناة العائلة التي لا تزال متمسكة بخيط أمل في إيجاد ابنتهم. وإن الصفحات والحسابات التي تروج لهذه الشائعات المغلوطة وتتنافس في بث أخبار كاذبة تتحمل مسؤولية التشويش على عمل مصالح الأمن وإيذاء مشاعر الناس. كما تتواصل عمليات البحث والتحري التي بشارتها مصالح الأمن مدعومة بجهود المواطنين الذين أطلقوا حملات تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسام كلنا مروة من أجل نشر صورتها وتوسيع دائرة البحث عنها أملا في العثور عليها وإنهاء كابوس الغياب الذي تعيشه عائلتها. ووسط هذا الانتظار القاتل دوت على منصات التواصل رسالة مؤثرة تحكي بشكل تخيلي عن مأساة والدتها، وورد فيها: منذ أن اختفت صغيرتي مروة لم أذق طعم النوم، ولم أعرف للراحة طريقا، ولم أعد أفرق بين الليل والنهار. كما أتمناه الآن هو أن تعود إلى كما كانت، مبتسمة طيبة مجتهدة. مروة ليست فقط ابنتي، إنها قلب الذي يسير على الأرض. وأخيرا، أخبار الموت والاختفاء ليست مادة للسبق الصحفي ولا ورقة لتجميع التفاعل. توقفوا عن المتاجرة بآلام العائلات واتركوا الجهات المختصة تعمل في هدوء. نسأل الله أن يعيد مروة إلى أهلها سالمة، وأن يلهم عائلتها الصبر والثبات. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول المعلومات المغلوطة التي نشرت بالأمس حول العثور على مروة أبو غشيش. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.